السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أصحابي وإخواتي وحبايبي، كل عشاق ومشاهدي ومشجعي كرة القدم، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات أهلاوي وفندي. وحشتوني جدا، أتمنى يا رب تكونوا بألف خير، وأدعي ربنا سبحانه وتعالى أن حلقة النهاردة تعجبكم علشان ما تحرموناش من اللايك ومن الشير. النادي الأهلي لا وقت للراحة. خلصت مباراة ميدياما امبارح بفوز النادي الأهلي. النهاردة تمرينة منقسمة قسمين. جزء اللعيبه اللي لعبت مباراه امبارح كان في استشفاء النهارده، تمرينه استشفائيه لهم. اما اللي ما لعبش امبارح اتمرن تمرينه عاديه خالص. بكره ان شاء الله بامر الله تمرينه كامله للكل. بعد التمرين يخش اللعيبه كلها معسكر ليله المباراه علشان الثلاث ان شاء الله بامر الله يلعب مع سموحه في الدوري. خلص ماتش سموحه يوم الاربعاء ان شاء الله بامر الله يسافر على يانج افريكانز علشان يلعب يوم السبت مع يانج افريكانز في دور المجموعات في بطولة افريقيا. يخلص يانج افريكانز يرجع على طول علشان الاربع ان شاء الله بامر الله هيكون عنده مباراة مع زد. يخلص مباراة زد يستنى شباب بلوزداد الجزائري يوم السبت اللي بعدها على طول. يعني انا مش قادر اخد نفسي من الكلام حتى، يعني تمام. فالله يكون في عونهم ان شاء الله بامر الله بامر الله. زي ما قلنا مباراة امبارح كانت بداية الخير وفتحة الخير، وان شاء الله بامر الله هنشوف النادي الاهلي اللي احنا بنحبه. طيب في حوارات دايرة النهاردة، بس عادي بقى، احنا بنقول الاخبار وخلاص. تمام. انا الخبر ده مش عارف هل هو صحيح ولا لا، وحتى الان انا عمال بحاول افحر كده علشان اشوف الخبر ده اخباره ايه. ظهر خبر ان حصلت خناقة ومعركة ما بين بيرسي تاو ومارسيل كولر، بالرغم ان العقل مش قابلها. يعني اولا مارسيل كولر بيحب بيرسي تاو جدا وبيقدره كلاعب، وبيرسي تاو بيحترم مارسيل كولر جدا. وبعدين بيرسي تاو لعيب واخد حقه في الفرقه، يعني يزعل مع المدير الفني ليه؟ بيقول لك اصل عشان ما لعبش امبارح من اول المباراه، وعلشان فحصلت بعد المباراه مستر كولر بيقول اللي ما لعبش هيعمل تسخينه خفيفه، فبيرسي تاو مرضاش وداخل على اوضه اللبس فزق مارسيل كولر. وسامي قمصان كابتن سامي قمصان بيقول له عيب يا بيرس. فعارف كلام مش داخل العقل. بس الله اعلم، مفيش نار من غير مفيش دخان من غير نار، ولا مفيش نار من غير لا مفيش دخان من غير نار. تمام. بس طبعا الكابتن خالد بيبو في بعض الاعلاميين المحترمين اللي انا بثق فيهم وبنجيب اخبارنا منهم، الناس دي بتقول ان هم تواصلوا شخصيا مع الكابتن خالد بيبو، والكابتن خالد بيبو اكد ان مفيش اي شيء من ده حصل، ولا خناقه ولا زعل حتى ولا اي حاجه. وبيرسي تاو عدم وجوده في المباراه امبارح لان بيرسي تاو جاي من مباراه منتخب بلاده قبل المباراه بتاعت ميدياما بحوالي 20 ساعه او 24 ساعه. فاي عقل ممكن يقبل ان الراجل ده هينزل ويلعب، وخاصه ان يعني انا عندي في المكان ده اللي يقدر يسد معايا. وميدياما مش الفرقه اللي عامل لها الف حساب ان انا لازم العب التيم الاساسي بتاعي. تمام. لكن برضه هقول لكم على حاجه، انا زي ما بقول مفيش دخان من غير نار. يمكن عشان ما حدش يقول ان انا اكدت ان ما حصلش اي حاجه، يمكن يظهر في خلال بكره بعد بكره ان حصل اي كلمتين خفاف، الله اعلم. ويمكن يطلع فعلا كلام الكابتن خالد بيبو كلام صحيح وما حصلش اي حاجه من دي خالص، وتكون الاخبار اللي احنا سمعناها دي اخبار فيك. وده اللي انا بقى يعني عارفين، ده اللي انا ميال له، لان فعلا ما ينفعش ان الاثنين دول يحصل ما بينهم مشاكل. يحصل ما بينهم مشاكل ليه؟ مش عارف. طبعا حزننا جدا على اصابه النجم الجميل احمد القندوسي لاعب النادي الاهلي المعار لسيراميكا. يعني طبعا طلعت الاخبار في الاول ان هي رباط صليبي وحاجات كده لا قدر الله، لكن الجهاز الطبي لنادي سيراميكا طلع وقال ان هي جزع في الرباط الداخلي للركبه. وده طبعا يعني اهون بكتير بكتير بكتير، الحمد لله والشكر لله، من الرباط الصليبي لا قدر الله، ويبعدوا عن اي لاعب يا رب. احمد القندوسي هيغيب بسبب الاصابه دي، هيغيب من اسبوعين ل3.
تمام. بس ان شاء الله بامر الله بامر الله يرجع على خير. والقندوسي لعيب جميل وشخصيه على فكره يا جماعه، شخصيه اخلاقيا جميل جدا، وحد طيب جدا، وانسان محترم، ولعيب زي ما انت شفته في الملعب لعيب كويس. حتى لو الفتره اللي قضاها مع النادي الاهلي يعني ما جنتش ثمارها قوي بالنسبه للنادي الاهلي، لكن انا متوقع ان عوده القندوسي بعد الاعاره للنادي الاهلي هيكون لها مظهر تاني خالص او شكل تاني خالص عن اللي فاتت. ندخل بقى في الحوار اللي انا مأجله، مباريات الانديه المصريه النهارده في الكونفدراليه. فيوتشر كسب 1-0 ماشي، كسب سوبر سبورت الجنوب افريقي 1-0. سوبر سبورت كانت فرقه مش سهله، وفرقه النهارده كانت ممكن تعكنن على فيوتشر في اي لحظه، وضغطت على فيوتشر كتير. وفيوتشر من الاخر يعني ما كانتش قادره ان هي تجاري سوبر سبورت. ده اللي انا شفته على قد وجهه نظري القليله. انا شفت المنظر ده، شفت ان يعني فيوتشر النهارده كانت ماسكه نفسها بالقوه. والجون اللي جه على قد ما هو جون جميل جدا جدا جدا، جون اوروبي فعلا، تمام، لكن يعني الحمد لله هما يعني ايه ال3 نقط وخلاص على خيرة الله كده، يعني خلصت على خير والحمد لله والشكر لله. نبص للي جاي. فيوتشر محتاج ان هو ايه يظبط نفسه. انت فيك لعيبه كويسه، فيوتشر فيها لعيبه كويسه، والراجل المدرب بتاعهم الجديد بعد ما شيان طبعا الكابتن علي ماهر الراجل الاجنبي اللي جابوه، الراجل ده يعني متهيألي ان هو عنده فكر كويس. فاتمنى ان هم في الفتره اللي جايه يظبطوا نفسهم، لان المنظر اللي شفناه النهارده ما اعتقدش ان هو ممكن يكمل في الكونفدراليه. معلش انا اسف، البرد شديد شويه. طيب نخش بقى على المباراه اللي فعلا انا زعلان والله العظيم. الزمالك وابو سليم الليبي. احنا طبعا قعدنا يعني هزرنا شويه امبارح وقلنا ابو سليم ده بتاع المشويات ومش عارف ايه وزي ما صاحبي قال لي والكلام ده، لكن نتكلم جد شويه النهارده. يا اخواتي يا زملكاويه، انتوا راضيين فعلا عن الحاله اللي النادي فيها؟ في ناس كتير يا جماعه ممكن تسمعني دلوقتي تقول لي ايه، انت حاجه من اتنين، يا بني ادم منافق وطالع علشان تعمل حلقه ف يعني بتبين ان انت زعلان ومش عارف ايه، يا بني ادم من جواك عايز تحفل بس بتحفل في المداري. انا هقول حاجه يا جماعه، اقسم بجلال الله، اقسم بجلال الله ان كل كلمه بقولها دلوقتي كلمه صادقه قدام ربنا سبحانه وتعالى اتحاسب عليها يوم القيامه، وكلمه طالعه من جوايا فعلا عن اقتناع وقناعه داخليه جوايا. تمام؟ ده مبدئيا قبل ما نتكلم في اي حاجه. اخواتي الزملكاويه، انتوا فعلا من جواكم راضيين عن حاله النادي؟ انتوا ممكن تكونوا فرحانين بال3 نقط، اوكي، ما هم ال3 نقط يعني هم ده، هو ده الاهم. وياما كتير النادي، انا راجل اهلاوي، ياما كتير النادي الاهلي بنقول ايه، معلش انا مش مهم بالنسبه لي الاداء دلوقتي، بس مهم بالنسبه لي ال3 نقط. بس الكلام ده امتى يا عم؟ الكلام ده لما اكون بلاعب صن داونز، لما اكون بلاعب الترجي، لما اكون بلاعب الوداد، لما اكون بلاعب يعني تمام سيمبا، انما مش ابو سليم خالص. مع احترامي لفرقه ابو سليم، فرقه ابو سليم النهارده يا جماعه كانت محسساني ان في تشيلسي في ارض الملعب، او في صحيح مش يعني سوري مش بالقوه دي، بس انا حاسس ان في فرقه لها شكل، والزمالك هو اللي خلاها النهارده لها شكل. الفرقه دي ضعيفه جدا يا جماعه، الفرقه دي تتغلب في 3 ثواني. لو الزمالك فرقه منظمه وفرقه نازله بخطه، انا مش شايف خطه النهارده للزمالك، انا مش شايف لها خطه. بحاول ان انا اقعد افكر كده، طب هو بيبني هجمه من ورا علشان يطلع مش عارف يعمل ايه، طب هو بيظبط نفسه ان هو يهجم من اليمين، طب بيظبط نفسه ان هو يهجم من الشمال. كلها افكار فرديه وافكار عشوائيه. انا مش شايف حاجه، تمام، مش شايف اي خطه، مش شايف اي فكر. مع احترامي للكابتن معتمد جمال يا جماعه، اهلي زمالك بالذات ما عادش بينفع معاهم المدرب المصري، ده حق الله، مع احترامي لكل المدربين المصريين، تمام. الاهلي والزمالك بالذات لعبتهم من الاخر تونكه،
انا راجل اهلاوي وبقول على لاعيبتي كده، ما بينفعش معاها غير المدرب الاجنبي. تحس ان المدرب المصري بالرغم ان المدربين المصريين يعني فيهم ناس كتيره يعني فكرهم يحترم جدا واسلوبهم يحترم جدا وناس شطار وناس تمام ممكن تعمل شغل حلو، لكن تحس ان اللاعب المصري او اللاعب في النادي الاهلي والزمالك بالذات المدرب المصري ده بتحس انهم يعني ايه بيتعالوا عليه، احنا اعلى من كده، فما بينفعش معاهم غير المدرب الاجنبي. فطبعا المنظر اللي موجود دلوقتي مع احترامي زي ما قلت للكابتن معتمد جمال، هو عايز يطبق فكره، لكن اللعيبه مش عارف، مش عايزه، مش هقول مش قادره، لا مش عايزه. انا شايف عشوائيه في اللعب. طبعا كمان يعني كفايه بقى شيكابالا وكفايه عبد الشافي وكفايه الجو ده. يعني انا مش عارف. طبعا مش هتكلم على عمرو السيسي ومش هتكلم على دونجا تمام. ليه؟ لان انا معاك ان انت دراعك ملوي، الزمالك دراعه ملوي بقفل القيد والكلام ده، فانت مش عارف تجيب صفقات ومش عارف تظبط نفسك، فاوكي ماشي تمام. بالرغم ان انت ممكن تنزل لفرقه 21 او 23 زي ما بيسموها او كده يعني تمام، وتعرف تطلع سيف فاروق جعفر تاني ويوسف اسامه نبيه تاني اشبههم، يعني ناس زيهم. اكيد السكند تيم عندك اللي هو فرقه ال 21 او 23 يعني زي ما بيسموها، اكيد عندك فيها مواهب تطلع، والله العظيم اقسم بالله هيكون لها شكل عن المنظر اللي احنا شفناه النهارده، على الاقل ان هو طالع سخن وعايز يظهر نفسه وعايز يعمل اي منظر ممكن يعمل شغل. انما المنظر اللي احنا شفناه النهارده ده، احنا قاعدين، انتوا عارفين قانون البرنامج بتاعنا جوه مصر، انا عايزك بص تتغلب من طوب الارض، انا ما بخبيش، لكن في افريقيا انا عايزك تكسب، انا مش عايز ابن بلد يطلع يخسر. وهو ده مبدأ البرنامج بتاعنا يا جماعة، يعني لأي حد متابعنا من أول حلقاتنا، هو ده المبدأ اللي هنفضل عليه، اللي بدأنا بيه وهنفضل عليه. أنا النهاردة قاعد 90 دقيقة خايف إن أبو سليم يجيب في أبو سليم، أجيب لك مين تاني؟ أجيب لك أبو مازن السوري عشان تلعب معاه، عشان تغلبه ماتش حلو؟ مش منظر يا جماعة والله. فمتهيألي إن الموضوع محتاج وقفة. والكابتن حسين لبيب، انا مش شايف اي كرامات لمجلس الاداره اللي جه وكل الوعود اللي كان بيوعدها، انا مش شايف اي حاجه، لا لعيبه اتظبطت ولا فرقه اتفرمطت كده والدنيا اتظبطت ولا اي حاجه خالص تمام. جمهور والله العظيم بامانه هفضل اقولها، جمهور وافي جدا لفرقته لكنه غلبان ومنداس عليه، وهو يعني راضي بالثلاث نقط، زي الحمد لله احنا طلعنا بالثلاث نقط. لا يا جماعه مش ده المنظر. انا مش هقول ان فرقتي على طول بتكسب وعلى طول رافعه راسي للسماء وعلى طول اربعات وخمسات، لا، ما بيجي علينا برضو وقت بنبقى متضايقين، بس مش قدام، هعيدها تاني، مش قدام ابو سليم يا جماعه، مش قدام فرقه لسه اول ظهور لها في افريقيا. لا يعني ما ينفعش. انا مدياما امبارح كنا لسه بنقول ما نعرفش عنها حاجه، انا لعبت عليها اول شوط، يعني لولا ان مفيش اهداف كنت اقول خلاص هو المباراه خلصت في الشوط الاول. فرقه ماتت في الشوط الاول من هجوم النادي الاهلي، وفي الشوط الثاني راح النادي الاهلي نازل مخلص عليها على طول، الثلاثه اللي جابهم 3 اجوان. هو ده الكلام الصح. امال اسمها فرقه لسه طالعه جديد ازاي وانا بطل ازاي والكلام ده؟ اتمنى ان الزمالك يظبط نفسه، لان يا جماعه فعلا وهتاخدوا يعني، اسمعوا كلمتي دي وركزوا فيها لبعدين، لو الزمالك فضل بالمنظر اللي كان فيه النهارده قدام ابو سليم الليبي دي، ما اعتقدش ان الزمالك هيعدي دور المجموعات. اتمنى يا رب في افريقيا، اتمنى الخير للاربع فرق كده. الحمد لله بيراميدز، اهلي، فيوتشر، زمالك في الدور الاول في دور المجموعات في المرحله الاولى، الاربعه طلعوا الحمد لله بالثلاث نقط. اتمنى يا رب ان احنا نكمل ان شاء الله بامر الله، علشان الحلم الكبير اللي انا بحلمه، نهائي دوري ابطال ونهائي كونفدراليه ان شاء الله بامر الله، يكون مصري خالص.
في نهايه حلقتنا بدعي ربنا سبحانه وتعالى ان الحلقه تعجب حضراتكم. ما تحرموناش يا جماعه من اللايك من الشير دعما لكل فريق العمل اللي بيحاول جاهدا ان هو يسعد حضراتكم. ولو حضرتك جديد معانا وعجبك المحتوى نتشرف بحضرتك تشترك معانا في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من برنامج اهلاوي فندي. سعدت جدا بلقائي مع حضراتكم. اشوفكم ان شاء الله بامر الله في الحلقه اللي جايه على الف خير. تصبحوا على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. العالية روكسون دايما بنشجع الابطال. اسامه عماد متعب مرتده تصوير وجول جول جول جول. الفرصه للفريق الاحمر عرضيه. ولكن احذروا الكاو احذروا الكاو. ترجع الكره بالراس القاضيه ممكن شاط الكره علي محلول يوزع جول جول اهلاوي. فريق كبير فريق